في مباراة شهدت تعادل بطعم الهزيمة على أرضك وفي وسط جمهورك، وإخفاق فني من المارسيل كولر، وتركيز شديد من المدير الفني لصن داونز. بيبتدي المباراة بضغط عالي من لاعيبة النادي الأهلي على صن داونز، مع إنذار في أول المباراة لمحمد هاني اللي بتخلي محمد هاني يفقد شخصيته في الملعب، لدرجة إن أول هدف يجي من عن طريق عرضية من عنده عشان خايف ياخد إنذار تاني. لا، وكمان بيضيع ركلة جزاء كان النادي الأهلي محتاج للهدف ده علشان خاطر يرجع في المباراة في بداية الشوط التاني. بس ما تقلقش يا هاني، رصيدك عند جمهور الأهلي كتير لدرجة إن هما هيسامحوك في ركلة الجزاء دي. وغلطة من مدافع صن داونز بيخفق فيها أحمد عبد القادر كانت كفيلة الهدف ده يخلي الأهلي يطلع بنتيجة كبيرة في المباراة دي. بس عادي يا عبد القادر، قدر الله وما شاء فعل. ولاعيبه صن داونز اللي نازله وعارفه لعيبه النادي الاهلي بتلعب في الهجوم ازاي، لدرجه ان هم كانوا بيباصوا جوه ال 18 عندهم عشان يخلقوا مساحات خلف دفاعات النادي الاهلي. واتكررت كذا مره، والمدير الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر ما خدش باله من الموضوع ده كويس. مباراة كبيرة لمروان عطية اللي ما حسسناش بغياب ولا بغياب عمرو السولية ولا بغياب حمدي فتحي. بجد برافو يا مروان. بيرسي تاو اللي بيضيع انفرادين كان كفيله واحده منهم تقتل المباراه، لدرجه ان احنا مش عارفين اذا كان بيلعب لينا ولا بيلعب ليهم. وايه هي المباراه الكبيره اللي عملها قفشه يخلي مارسيل كولر مقتنع بقفشه على حساب القندوسي؟ نيجي بقى لمحمد عبد المنعم اللي كان متقمص دور عماد متعب في كل الكور العرضيه، لدرجه ان احنا نسينا ان محمد عبد المنعم كان مدافع مش مهاجم، لدرجه ان كان كل كوره كان بيحاول فيها وكان عايز يجي من وراها جون. حتى بص الكوره دي، بجد برافو يا عبد المنعم. صحيح، نسيت اقول ان بيرسي تاو ما عملش حاجه في المباراه غير الكره دي اللي جه من وراها ركله الجزاء بس، وشويه مشاكل مع اهل بلده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. نيجي بقى على صاحب المعادلات الصعبه حسين الشحات، اللي تقريبا مش ضحك على المدافع وجاب جون، لا ده ضحك على مارسيل كولر ذات نفسه وجاب الجون، لدرجه ان مارسيل كولر ما كانش مصدق نفسه. زي ما انتقدنا حسين الشحات، المفروض دلوقتي كلنا نشيد باداء حسين الشحات. بجد برافو يا حسين. بعد هدف الشحات لاعب صن داونز ادى دانا في العارضه، لدرجه ان العارضه اتخضت، فيجي من وراها الهدف الثاني ويكون النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ما يفرحش حتى بالفوز لبضع دقائق قليله. تحس ان لعيبه صن داونز ما كانتش عايزه تطلع من المباراه دي خسرانه، في حين انك انت بتلعب بره ارضك اصلا. بس السؤال هنا، ليه حسين الشحات طلع اصلا؟ وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات، ويا ريت ما تنساش اللايك والشير والاشتراك. سلام.